قاعدة مهمة جدا لما نيجي نعمل برزنتيشن. القاعدة دي اسمها less is more. يعني كل ما نقلل في الكلام اللي موجود في البرزنتيشن، كل ما نقلل في الصور، كل ما تقلل في استخدام الألوان، كل ما الناس هتفتكر ده أكتر. بسط الدنيا، بلاش الدنيا تبقى زحمة. كل ما تقلل، كل ما الامباكت، كل ما التأثير بتاع البرزنتيشن والرسالة هتوصل للناس بصورة أكثر وضوحا، وهتبقى كمان أقوى بكتير. كان في قصة في الهند كانت حصلت القصة دي. واحد كان فتح محل سمك وعمل يافطة على المحل كتب فيها fresh fish sold here. فباباه معدي علشان يبارك له فقال له هير. طب ما هو بطبيعة الحال أكيد السمك ده هيتباع هنا، مش هيتباع في مكان تاني. فراح شايل كلمة هير وبقت اليافطة فريش فيش سولد. أخوه عدى عليه قال له سولد. طب ما هو إحنا مش فاتحين المحل ده فور تشاريتي، مش فاتحينه للأعمال الخيرية. أكيد السمك ده بيتباع، وأكيد السمك ده كمان هناخد من وراه فلوس وهنحقق من وراه مكاسب. فشيل كلمة سولد، فبقت اليافطة فريش فيش. فجاره معدي عليه برضه علشان يبارك له فقال له فريش. السمك ده اكيد بطبيعه الحال فريش، ولا انت مقلق من حاجه، ولا انت خايف من حاجه؟ شيل كلمه فريش دي خالص. قام شايل من اليافطه كلمه فريش، فتبقى في اليافطه بس كلمه فيش. وهو راجع مره المحل شم ريحه السمك، فقال الله، طب انا ليه حاطط كلمه فيش كمان في اليافطه؟ ما هو ريحه السمك كفايه هتقول للناس ان ده محل سمك. راح كمان شايل كلمه فيش. الحكمه او الدرس المستفاد من الرساله دي، من فضلك لما تعمل برزنتيشن ما تستخدمش سلايدز كتيره، ما تستخدمش كلمات كتيره، ما تستخدمش صور كتيره. قلل، بسط، بلاش الزحمة. استخدم قاعدة less is more. سهلة.